لو سمحت، الشيخ الزنجباري قدامه قد ايه ويوصل؟ 5 دقايق. 5 دقايق على وصول. 5 دقايق. انت برضه محسود وجاي تتعالج؟ الدنيا بايظه خالص. اه والله تعبت ومش لاقي حل. انت برضه محسود؟ زمان. انا كنت محسود زمان. كنت وصلت لطريقه كده ان انا بعرف ادافع بيها عن نفسي، بس الطريقه باظت واهو جاي اشوف واحده جديده. طريقه ايه دي؟ طريقه ايه؟ ما هو كل واحد يا ابني بيبقى ليه طريقه بيدافع بيها عن نفسه قصاد الحسد. يعني انا مثلا كنت بستخدم التخميس، عندك الاخ ده بيستخدم الملح، عندك الاخ التاني ده كان بيستخدم الخرزه الزرقاء. لازم كل واحد بيبقى ليه طريقه. طب وايه اللي حصل؟ يعني ايه الطرق دي باظت ولا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جايبك هنا؟ ده قصه كبيره بس هقول لك. عندك اللي بيستخدم الخرز الزرقاء ده مثلا، الطريقه كانت شغاله معاه هنا في القاهره زي الفل، ما كانش فيه اي حاجه بتصيبه طول ما هو لابس الخرز الزرقاء. خلاص كده محدش يقدر يجي جنبه. بس في يوم من الايام اتعزم على فرح ابن عمه في الارياف، نزل يحضر الفرح. هوب واحد اداله عين في الخرزه الزرقاء فلقها له. خلاص بعد كده بقى اي حد يبص له العين بتصيبه على طول وتحسده. طب والتاني ايه اللي حصل؟ يا عيني عليك. ده بقى يا معلم واحد كان مستقصده، جاله في اخر الشهر يوم 31 بالظبط، وكان التموين عنده خلصان. المعلم ما عندوش ملح. المعلم الطريقه بتاعته مش هيقدر يشغلها في الوقت ده. ما هو الراجل برضه الحاسد ذكي، جاله في الوقت اللي هو ما عندوش فيه ملح خالص في البيت، اداله العين. المعلم ما عرفش يرش عليه ملح، جاب اجله. طب وانت؟ انا انا قصتي قصه يا استاذ. بص. ايه ده؟ انت اخواني؟ يا عم لا، اخواني ايه؟ بص. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انا اتحاربت يا استاذ، انا اتحاربت. انا من شخص حاسد فهم الطريقه بتاعتي، عرف ان انا اول ما بخمس في وشه الحسد بتاعه ما بيجيبش معايا نتيجه. الراجل غفلني، قطع لي صباع عشان اجي اخمس في وشه ما اعرفش اخمس. بالتالي الطريقه ما بقتش شغاله، وادينا اهو جاي اشوف طريقه جديده. الحسد. موضوع الحسد ده الصراحه شاغلني بقاله كتير من ساعه ما اتولدت، عايز افهمه، نفسي المه، نفسي انا والناس نفهمه، نعرف اوله واخره. الحسد هو انك بتتمنى حاجه عند حد، دي حاجه وسخه، وبتتمنى ان هي تزول من عنده وتجيلك، دي حاجه اوسخ. بس يعني عشان ما نخافش ربنا قال لنا ان احنا بنتحصن بالقران وشويه اذكار. المصريين نسكت لحد هنا؟ لا، احنا لازم هنعمل شويه حبشتكنات عشان نأمن نفسنا اكتر. احنا عندنا في مصر بنعامل الحسد معاملة ان هو السبب. الحسد دوت عندنا متجسد في هيئة شخص ما، وهو دوت السبب، هو ده المشكلة مش الحاسد. بنتخانق خناقتنا مع الحسد ذات نفسه، هو الحسد دوت هو اللي فعشان احنا كمصريين ما نسكتش، احنا عملنا طرق وميكانيزمات ندافع بيها عن نفسنا قصاد الحسد. اول طريقه طبعا بنقدر ندافع بيها عن نفسنا في الحسد في مصر وهي التخميس. الصراحه انا اول ما بسمع كلمه تخميس ديت بيجي في دماغي فيفا عبده، معرفش ليه بشم ريحه فيفا عبده. انا مش عارف ايه هي ريحه فيفا عبده، بس هي تحسها تمر هندي. برضو اول ما بسمع كلمه تخميس بيجي في دماغي الست الكبيره اللي قاعده في فرح ابنها او حفيدها وبتخمس في وش المعازيم اللي هي عازماهم. يعني هي عازمه الناس على الفرح بس بتخمس في وشهم. تكلفه الفرح دوت اصلا بتبقى 124 جنيه، مقلبين شخص فيهم، بس احنا جايبين المعازيم نخمس في وشهم. انا اعتقد ان ام كريستيانو رونالدو في فرحه هو وجورجينا اللي جاي دوت مش هتخمس في وش المعازيم. مثلا الفرح اللي هو يبقى مثلا تكلفته ميزانيه الدوله عظيمة يا مصر. يعني مثلا مش هيبقى عازم ام ميسي على الفرح فام كريستيانو تشوف ام ميسي فتقعد تخمس في وشها. انا ابني بيتجوز ومخلف 18 قبل ما يتجوز وانت لا. والحسد عندنا في مصر برضو مرتبط بالارقام، هتلاقيه مرتبط مثلا بكلمه التخميس او انك تخمس في وش اللي قدامك. طب يا جماعه، هل حد جرب بجد ان التخميس دوت جاب معاه نتيجه؟ يعني انا عايز حد يطلع يقول لي اه انا خمست في وش حد قبل كده كان بيحسدني، الحسد لف ورجع له. هل دي طريقه مجربه؟ اعتقد لا، لان مصر كلها محسوده معروفه. يعني احنا مصر 120 مليون كلنا محسودين. انا اعتقد ان اللي حاسدنا دوله تانية، يعني دوله مجاوره مثلا جزر القمر مثلا ما عندهاش نهر النيل، فبتتمنى نهر النيل يجي عندها ويزول من عندنا، فهي كده دوله وسخه حسدتنا. فعشان كده الدنيا جايه علينا. الا مثلا 3 4 اللي فلتوا، نجيب ساويرس مثلا وويجز ومروان عطيه، دول مثلا فلتوا من الحسد بتاع جزر القمر لينا. طب فهل مثلا عشان احنا نلحق نفسنا بقى من جزر القمر ديت وما تحسدناش نخمس في وشها، او عشان دي مثلا دولة نخمسن في وشها؟ طب يا جماعة حد فكر هو احنا ليه بنخمس؟ يعني مين اول واحد اكتشف فكرة انك تخمس في وش اللي قدامك؟ يعني ليه مش بنسدس نعمل له كده؟ الواحد اهو. ليه مش بنسبع؟ سيبك من ليه مش بنتمن عشان مثلا التمن ده حاجة تانية. ليه مش بنتسع؟ اه مثلا دي تقيلة على اللسان. ليه مش هينفع دي. ليه مش بن 20 في وش اللي قدامنا؟ نعمل كده 4 مرات لو بايد واحدة،
ومرتين لو بايدين. في ناس بقى بتجرب طريقه التخميس ديت مش بتشتغل معاها، وانا لما فكرت في الموضوع دوت وصلت ان هم بيستخدموها غلط. يعني في شخص دلوقتي قدامك بيحسدك، انت بدل ما تخمس في وشه انت مثلا لا انت بتعمل كتير، بت 15 بت 20. ما دام اتفقنا على رقم معين اللي هو 5 خلاص انت هتطلع ايدك تعمل له كده، لكن مش هتقعد تعمل له كده، لان انا بشوفها في الافراح والحاجات دي بيقعدوا يعملوا كده. 5 وخميسة. ما هي مش بكترتها، احنا اتفقنا على 5 خلاص نلتزم بالخمسة. تاني ميكانيزم بقى بندافع بيه عن نفسنا قصاد الشخص الحاسد الوسخ دوت، الملح. يا جماعه طريقه الملح ديت اوسخ عقاب ممكن تعاقب بيه الانسان، انك ترش ملح في وش واحد او في عين واحد. لا اديني مؤبد، اديني لو انت عرفت ان انا بحسدك اديني مؤبد، ما ترشش ملح في عيني. يا ابن المؤذيه يا عم الشيف شربين، انت ليه بتتعامل معايا على اني شوربه خضار؟ واشمعنى ملح؟ يعني انا عمال افكر اشمعنى ملح، ليه اخترنا دي؟ ليه مثلا ما نرشش كمون في وش الشخص الحاسد؟ ليه مثلا ما نقسمهاش الشخص الفقير عشان الملح رخيص جدا هو اللي يرش ملح؟ يا جماعه الملح من 2002 الطن بجنيه، يعني طن الملح بجنيه، دي تجاره خساره طبعا. انت طن ملح بجنيه، فعشان كده مثلا بنستخدمه لانه موجود كتير جدا، فحاجه موجوده رخيصه. ممكن مثلا نخلي الطبقه المتوسطه تستخدم مثلا البابريكا، حاجه مميزه لونها مميز، مثلا نرش في عين الحاسد بابريكا. ليه مثلا الطبقه العاليه قوي اللي هي مثلا بيصيفوا في بره مصر يستخدموا مثلا الكافيار؟ يعني مثلا اللي هيجي عرف ان في شخص بيحسده يرش في عينه كافيار. وحاجه برضه هتكون موجوده عندهم كتير، عند بتاع التيك توك دوت اللي بيقعد يعمل كافيار باي حاجه، بيشرب ميه بالكافيار. في بقى يا جماعه طريقه ثالثه برضو بنستخدمها للدفاع عن الحسد، وهي الخرزه الزرقاء او العين الزرقاء. يا جماعه انا برضو قعدت 3 ساعات ونص بفكر في موضوع ليه الخرزه الزرقاء او ليه العين الزرقاء، وتوصلت ان دوت حاجه انت بتلبسها عشان الحسد وهو جاي عليك يشوف انك لابس خرزه زرقاء او العين الزرقاء يلف ويرجع تاني. مش هينفع يا جماعه، خلاص انا مش هحسد الواد ده لابس خرزه زرقاء. مش عارف ليه خرزه، العين مفهومه عشان ده عين، لكن الخرزه مش عارف ليه الصراحه. ليه ازرق برضو مش عارف. ما اعتقدش مثلا ان هو لو لبس عين او خرزه بيتي هتفرق في حاجه، لان الاتنين كده كده مش هيفرقوا، انت كده كده هتتحسد، كده كده هتتفشل. وبرضو يا جماعه انا قعدت افكر يا جماعه، طب ما الطريقه دي فعاله؟ اكيد لا. اصل يا جماعه برضو بالعقل، ما هو لو في شخص عنده عمى الوان وجاي يحسدك ده هيفرتكك. لو انت لابس الخرزه الزرقاء مش هتجيب معاه مفعول، ما هو مش شايف. لو بقى جربت الطرق دي كلها وما نفعتش معاك هتخش للطريقه الثالثه وبقى وهي البخور. موضوع البخور ده يا جدعان برضو غريب جدا، بس انا برضو قعدت افكر كتير جدا ايه اللي خلى موضوع البخور دوت ينتشر كده. اكتشفت ان موضوع البخور دوت كان شخص فاتح مصنع بخور وكان عنده ماركتير شاطر جدا. المصنع ده كان هيفلس لانه اشترى بمليار جنيه بخور ايام ما كان الجنيه ب 25 دولار، والبخور دوت ما اتباعش منه، ما باعش قطعه واحده. فالماركتير الشاطر جدا اللي كان شغال عنده قال له بص يا باشا، مصر كلها محسوده، لان انا عارف ومجرب، مصر كلها محسوده. احنا هنطلع هننشر خبر كاذب جدا زي مثلا ان عادل امام صورته هتحط على الجنيه وهيسد ديون مصر. هنعمل اشاعه ان البخور بيحفظ الواحد من الحسد، وبالتالي مصر كلها هتشتري البخور. البخور اتباع بطريقه غبيه جدا، المصنع كله اتباع. الراجل دوت بعد ما كان هيفلس بقى ملياردير. الطريقه اللي بعد البخور برضو، بس ديت الطريقه ديت لفئه معينه، الفئه اللي هي عندها عربيات او عندها موتوسيكلات، اللي هي النحله، المكنه النحله دي. بنستخدم طريقه كده ان احنا بنعلق فردة شبشب على العربيه او على المكنه النحله. موضوعك خلصان، موضوعك خلصان، محدش هيحسد العربيه ال 28 بتاعتك. مفيش اي حاجه منطق تقول لك ان الشبشب دوت هيمنعك من الحسد، مش معقول يعني، مش معقول. وهل بتفرق مثلا من نوعيه الشبشب او الخامه بتاع الشبشب؟ شبشب ابو صباع غير الشبشب ابو وش. طب وبالنسبه للشباشب بتاعت دلوقتي اللي هي السفينه اللي قد دماغي دي، ده تمنعك من العين والحسد والسحر والفقر دي، وبتمنعك من الفقر. انت متخيل حد جايب لابس شقه 146 متر في رجله؟ فنبطل عبط، نبطل عبط يا جماعه، ونعلق فردتين، نعلق فردتين شبشب، واحده هنا وواحده هنا، لكن مش فرده واحده. ما هو ده بالعقل لا. برضو يا جماعه احنا بنتعامل مع الحسد زي ما قلت لك ان هو انسان او شخص احنا بنجسده في هيئه انسان. فعملنا له امثله بنتكلم بيها، امثله شعبيه، عملنا له اغاني، عملنا له حاجات بندلعه كده عشان هو شخص عايش معانا، لان هو بيشوف احنا بنعمل ايه عليه ويقرر. فمثلا لو انت غنيت له فخلاص بيبعد عنك. الراجل ده حبيبي، ده عامل له اغنيه، ولا ده ذاكرني في اغنيه، اشبيغ تكون حسود سلي وراك وشوف الزامي، مش هينفع، الراجل مقدرني. زي مثلا كده عندنا مثل بيقول لك عضة اسد ولا نظرة حسد. اللي كتب المثل دوت 100% كان شخص معدوم الاحساس، ما بيحسش. يعني لو جيت عملت كهربته مثلا بسلك ارضي مش هيعمل له اي حاجه،
لان انت انت عبيط يا اسطى، انت عبيط. يعني مثلا انت ليه ما قلتش مثلا قرصة ناموسة ولا نظرة حسد؟ انت عشان وزن وقافية عشان تحكم نفسك بالوزن والقافية تموتني. ما انت موتني، ما انا مش هتحسد بس هموت. انا ما اتحسدتش، ما هو عضة اسد ولا نظرة حسد مش مهم، خلاص نظرة الحسد ضاعت اللي هي كانت تدخلني الحميات، بس انا مت. ما هو عضة انت جربت يا حبيبي عضة اسد؟ ده انت اهبل يا اسطى. فمعلش يعني حضرتك يا عم هشام الجخ، انت مش عشان تكتب وزن وقافية عشان اسد مع حسد تموتني. ما هو دوت مش اسد، لا اسد عضة اسد خسرتك حياتك، مش خسرتك العربية ال 28 بتاعتك. برضه يا جماعه دورت لقيت ان في اغنيه زمان كانت بتتغنى في الافراح ولسه بتتغنى لحد دلوقتي في مناطق معينه. عين الحسود فيها عود يا حلاوه. تاني، عين الحسود فيها عود يا حلاوه. دماغي عملت ايرور اول ما سمعت الموضوع دوت، وعايز اسال كذا سؤال جه في دماغي. هي ايه عين الحسود فيها عود؟ جماعه ما احنا برضه لازم ناخد بالنا من الوزن والقافيه. الوزن والقافيه بيحكموك اوقات بحاجات ممكن تبهدل حياتك، بس عشان لازم الوزن والقافيه. يا جماعه عين الحسود فيها عود يعني ايه؟ عود ايه؟ عود ايه؟ عود بخور قصدك؟ ده يبقى دبل مينينج جميل جدا. فيها عود ضغط، فيها عود قصب، ما حددتش، كان ممكن تستخدم اي حاجه تانية. كان مثلا ممكن تقول عين الحسود فيها دود، ماشي مقبوله، وزن وقافيه بس مقبوله. عين الحسود فيها دود يعني يا رب يا اخي الدود ياكل عينيك، مقبوله انا قبلتها. لكن ما تقوليش عين الحسود فيها عود ليه؟ ويا حلاوه يعني الحسود فيها عود يا حلاوه. يعني ايه يا حلاوه؟ انت ليه فرحان او ليه مبسوط له؟ عين الحسود فيها عود يا حلاوه. انتوا حسستوني بعد الجمله ديت ان الشخص دوت كويس. ايه ده عين الحسود فيها عود يا حلاوه. ايه ده؟ مش منطقيه خالص. مين اللي بيكتب الحاجات دي؟ في بقى يا جماعه عندنا الحسد المرتبط بالسوشيال ميديا، فبرضو عندنا ميكانيزمات او طرق دفاع عن النفس قصاد الحسد بتاع السوشيال ميديا. الحسد اللي هو بقى واحد بيبص في التليفون فيديك العين لان انت دوت مش هتشوفه، ده بقى مش شايف انك لابس خرزه زرقاء او هتعرف تخمس في وشه. ما اعتقدش انك هتعرف تخمس في وشه في التليفون يعني، الا بقى كلنا هنتصور بعد كده واحنا عاملين كده. فاول ميكانيزم بنستخدمه ان احنا مثلا لو طلعنا مصيف في جمصه مثلا وتصورنا الصور هناك، مش هننزل الصور واحنا في جمصه. ليه؟ لان الشخص اللي شاف صورتك على انستجرام وانت في جمصه دوت لو اداك العين هتوصل لك، او الحسد هيجري عليك في جمصه يدور عليك، هيلاقيك هيزعلك هيفلقك. لكن لو انت جيت يا معلم يا ناصح، انت اللي مفيش منك اتنين، يا ايمن يا حفني يا نيمار 2015، انت اللي استخدمت المراوغه ديت وقمت منزل الصوره بعد ما جيت من المصيف، الحسد هيروح المصيف هناك هيدور عليك مش هيلاقيك. ما اعتقدش اصلا ان الحسد ممكن يخش جمصه، دي حاجه برضو بديهيه. في بقى طريقه تانية دول بيستخدمها الكابلز اللي هم اتجوزوا وخلفوا طفل دمه تقيل جدا، ان احنا بنحط على وش الطفل في الصوره بتاعتنا احنا الثلاثه ايموجي. حتى لو الواد شبه بيرسي تاو عادي هتحط على وش ايموجي برضه، هتسيب دراعينه ورجلينه باينين وبطنه، مش هنحسدها. اصل حد هيحسد رجلين يا جماعه؟ حد هيحسد دراعين؟ يعني الواد دراعه قد دراع زاروك وهو عنده 3 شهور هنحسده؟ اكيد لا. بس هنحسد وشه يعني، حتى لو الواد شبه اي حد اسمه ستروكس جنبك شفته في الجيش. ويا جماعه برضو في حاجه كده، ما بنحطش اي ايموجي على وش الطفل عشان دي هتفرق خلي بالك، لان ديت بتفرق ازاي تراوغ الحسد. احنا بنحط ايموجي قلب على وش الطفل او ايموجي طفل صغير. يعني في ناس اتطورت جدا وبتأجر هاكرز عشان يشيلوا الايموجي من على وش الطفل دوت عشان العين ترشق. فيا جماعه في الحاله ديت هنحمل برنامج انتي فيروس على التليفون. لو انت مش محمل برنامج الانتي فيروس دوت، ترفع جنب الصوره ديت خرزه زرقاء جنب الطفل كده، او تحطها كايموجي تحت في الكابشن، خلاص انت كده برضو تمام. يعني انت كده امنت نفسك. ناخد بالنا برضو يا جماعه ان الحسد مرتبط باللوكيشن. يعني الحسد مثلا في كفر مطوبس يعادل 60 ضعف الحسد في الشيخ زايد، يعادل مثلا 600 مليار ضعف الحسد في لندن. مثلا ما لقيتش فيه الفودن منزل صوره ابنه وحاطط على وش ابنه ايموجي مثلا فرخه، مش هتلاقي حد مثلا ماشي في لندن كده ماشي باللندن كاب معلق شبشب ورا، او مثلا كوتش من جوتشي، استحاله. فاهم؟ زي مثلا ما الزلازل بتتقاس بريختر، الحسد مثلا بيتقاس بوحده المفلوق. يعني ده بقول لك ده خد عين 7 مفلوق 8 مفلوق 9 مفلوق، ده اعلى حاجه بقى، اعلى حاجه ال9 مفلوق ده. عندنا بقى يا جدعان في شويه حاجات عبيطه كده في مصر، ان احنا بنتعامل مع الحسد دوت على انه شماعه. انا اي حاجه هتحصل لي في حياتي او لاي حد احنا بنعلقها الحسد، والله الحسد هو السبب. فمثلا تلاقي واحد بيقول لك يا جماعه انا لسه جايب لامبورجيني ونزلت صورتها
تاني يوم العربيه لقيتها متعوره. تعرف بقى تفاصيل ايه الحادثه ديت؟ ان هو مثلا كان ماشي على الدائري بسرعه 380. طب كويس انك عايش. ده ملوش علاقه بالحسد، ده العبط بتاعك. برضو يا جماعه عندنا الامراض بنعلقها على شماعه الحسد. يعني في واحد مثلا كان لسه خارج من ساونا من درجه حراره 120، طلع قعد شغل مروحه على درجه حراره 16 مش موجوده اصلا، وشغل التكييف على سالب 18، قاعد في القطب الشمالي. عطس بعدها بنص ساعه، عطس ونزل بعدها ان هو زعلان جدا ان هو محسود. شيلوا عينيكم من علينا بقى يا اولاد الورمه. حاضر، هنطلعك بره حياتنا كلنا. ده العبط، ده مش الحسد برضو، ده العبط هو والجهل. العبط والجهل. انت كويس انك عايش برضو. دي مش بتاعتنا. برضه هتلاقي واحد في الجيم كده، محمود عضمضم مثلا، نزل الجيم هو 40 كيلو بالظبط، 40 كيلو بس. هو 40 كيلو عنده بذرة باي، الباي بزرت. بس هو يا جماعه بيلعب سكوات ب 200 كيلو. كان بينزل فيديو ان هو يا جماعه انا داخل اشيل سكوات دلوقتي 200 كيلو. جاله انزلاق غضروف. شيلوا عينيكم من علينا بقى يا جدعان بقى. انت مش عارفين نلعب بقى في الجيم نستمر شهرين من عينيكم اللي علينا؟ ماشي، هنشيل عينينا من عليك برضو، بس بجد خفف والعب صح. ده السبب، يعني ده السبب في اللي انت فيه. خفف والعب صح بس. عندنا بقى يا جماعه برضو في مصر الحسد مرتبط بالتتويب. الشخص اللي بيقعد يتاوب كتير، هتلاقي شخص دايما قاعد جنبه يقول له يا لهوي انت بتتاوب، انت محسود، انت بتتاوب يا حبيبي، لا انت محسود. انا فكرت في الموضوع الصراحه، اعتقد انه الشيطان هو اللي بيعمل كده. ده بيبقى شيطان محصور، لان احنا عارفين طبعا ان الشيطان بيعمل حمام فين؟ بيعمل حمام في بقنا. ما عندهمش حمامات، اعتقد يعني الشياطين ما عندهمش حمامات. فدلوقتي في واحد محصور عايز يفك حصرته ديت، هيعمل ايه؟ هيروح يوسوس، لان هو ما بيعملش حاجه بنفسه. هيروح يوسوس لواحد، خد يا اسطى بعد اذنك انا روح احسد لي الواد ده حالا دلوقتي، اديله عين، لان انا عايزه يتاوب بسرعه، لان انا عايز اطرطر، انا مش قادر. فاي شيطان عايز يطرطر بيروح يوسوس لواحد، يحسد واحد، يروح يطرطر في بق اللي اتاوب. ده كده مش محسود، دوت الشيطان عايز يطرطر. ويا ويلك بقى، يا سواد ليلك دوت اليوم اللي انت بتبقى ما خدتش في الزباله فامك دعت عليك، اللي هيجي لك شيطان عنده السكر، اللي هيجي لك شيطان مثلا واكل اندومي وعنده اسهال، ده هيفرتكك. ده انت هتفضل فاتح بقك طول اليوم. انت كده مش محسود، لا انت كده حظك وحش. بس جالك شيطان عنده السكر، هيغرقك طرطره. ولو واحد تاني بقى مثلا واكل اندومي زي ما قلت لك وعنده اسهال، ده لا ده انت ربنا يرحمك، ده انت البقاء لله. في بقى في حياتنا برضو يا جماعه كده الشخص الزياط دوت، اللي هو بيبقى فاهم اللي فيها بقى. الواد ده بقى عارف اللي فيها بقى. الراجل ده بقى، او ده هتلاقيها ست، في الغالب بتبقى ست يعني. دي بقى بتعرف الحاسد وبتعرف المحسود من نظره. هي من نظره واحده هتجيبك انت محسود. ليه يا حاج؟ هو ماله دوت؟ ايه اللي حصل؟ ده عطس 3 مرات دلوقتي، ده محسود. الواد ده محسود جدا. انت محسوده يا بت، خلي بالك انت محسوده، واخده عين. ليه يا حاجه؟ دي ايه اللي حصل لها؟ دي جسمها بيقشعر، شعر ايديها وقف واحنا قاعدين، محسوده. دي معروفه، دي علامات. وبتعرف برضو الشخص الحاسد. الواد ده يا جدعان عينه وحشه، عينه مش ملونه. الواد ده عينه بتضايقني عادي جدا. الواد ده عينه وحشه، مش عجباني يا عم، رسمه عينيه مش عجباني. الواد ده يا جدعان، الواد ده خلي بالكم يا جدعان عشان عينه وحشه، عينه ضيقه. الصين كلها بتحسد، معروفه. الصين واليابان كلهم بيحسدوا بعض. يا انتصار يا حبيبتي، الواد ابنك ده محسود، الواد ده بيعيط من عين واحده، ده العين التانية كده ممسوكه. انت مش بتشوفي محمد رمضان محسود، بيعيط من عين واحده برضو. العين التانية بتبقى الحسد متملك منها، بيخلي الدموع ما تنزلش. خلي بالك بقى عشان البت دي عينها وحشه. البت ديت المسكره بتاعتها رخيصه، عينها وحشه مش عاجباني. دي اذواق. طيب دي اذواق عادي. ودلوقتي يا جدعان نيجي للفقره بتاعتكم اللي انتوا بتشاركوا فيها. وسالتكم على الانستجرام يا جدعان كلموني عن اغرب حاجات سمعتوها عن الحسد. ويا جماعه في ناس كتير متفقه على موضوع واحد انا لاحظته من الكومنتات بتاعتكم، ان كانت حته واحده والعين فلقتها. ما اعرفش الموضوع ده الصراحه، انا ما اعرفش. في واحد بيقول لي واحد صاحبي امه كانت بتحميه بملح. ده اكيد باش، ده اكيد داب، ده يعني ده اكيد دلوقتي مش موجود. لو قعدت سنتين بتحميه بملح، ده ما اعتقد ان هو كده اتبخر اول ما اتولد لحد ما بقى عنده سنتين، علشان الحسد تقريبا كانت فاكراه سمكه بلطي. في واحده بتقول لي ان اللي بيكحل عينه اليمين اكتر من الشمال بيتحسد. لا دي خدعه البنات طلعوها، لان هم مش بيعرفوا يظبطوا الكحل هنا زي هنا. في واحده بتقول لي مش عارفه بس شكلك تحفه، خمست في وشك. انا كده تمام،
انا كده مفيش حاجه هتيجي جنبي. في حد بقى بيقول لي ان الناس اللي شكل عيونها كبيره بتحسد اسرع. اعتقد ديت غيره من ان البت اللي بتبقى عينها واسعه او الشخص اللي عينيه واسعه بيبقى شكله احلى. فدي برضو اللي اخترعها شخص كان بيغير. قال لك يا عم ده عينه واسعه، ده بيحسد، خلي بالك ده ابعد عنه. يا جماعه البت دي عينيها ملونه، والعين الملونه يا جماعه بتحسد، معروف، دي غيره. ده غيره دي. في حد بيقول لي ان بيحسدوا الميت ان هو مات يوم الجمعه. ده اوسخ حسد في الدنيا يا جدعان. يا جدعان يعني مش هنعرف نعيش كويس ولا نموت كويس يا جدعان؟ اتقوا الله يعني، ولا دنيا ولا اخره. في حد بيقول لي ماما كانت بتقول لي ان تيتا كانت بتحط مج فيه ميه بالملح جنب باب الشقه عشان الحسد. واضح ان هي ما كانتش بتجيب نتيجه وفشلت جدا، عشان كده ماما مش بتعملها برضه. في حد بيقول لي حط ايدك في بقك والحسد هيروح. لا هترجع عادي، دي عادي هترجع. حط ايدك في بقك هترجع. وبس كده يا جدعان، وصلنا لاخر الفيديو. لو حابب يعني ممكن تدعم الفيديو دوت بلايك. لو حابب تشارك في الحلقات ديت تابعنا على الانستجرام، بنزل السؤال قبل الحلقه. ولو برضو حابب انك تشارك ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات عايزنا نتكلم عن ايه في الحلقه الجايه. ويعني خد ودي بدل ما اديك واحده 5 في وشك ازعلك. وبس كده يا جدعان، انا هشام سكر وده التيت والشريط. سلام.